رأسية ياسر الفنان، ياسر برأسية مباشرة لخارج أرض الملعب وضربة مرمى. يا ويله يا ويله المنتخب الكوري، يا ويله. كأس العالم 1990 إيطاليا، المنتخب الأسترالي عبر تيم كيهل. هنا محاولة من كامل موسى لياسر القحطاني، عطيف يلعب الكرة لياسر القحطاني، القحطاني ياسر يتقدم وجول. جابها ياسر سببها مالك وجابها ياسر، وقلنا يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله اللي قبل الاثنين، يا ويله يا ويله. لمصلحة أصحاب القمصان البيضاء، واللون الأبيض دائما ما يعني الاستسلام، ولكنه لن يعني ذلك أبدا، لأن المنتخب السعودي لا يعرف الاستسلام، خصوصا وهو يقابل منتخب قد لا يعد بذلك المنتخب. الصين وبالخمسة خسرت اليوم أمام أوزبك. ياسر القحطاني يتقدم، يتقدم يحاول يلعب الكرة العرضية، ضيع. شوف تقدم ياسر القحطاني رغم تواجد أكثر من 3 بل 4 من مدافعي المنتخب الإندونيسي. هو هيأ الكرة صح ولعب الكرة صح، وتهيأت أمام المرمى الخالي أمام مالك معاذ، وضعها مالك، ولكن كرة ذهبت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. هذه هي السعودية للفريقين. شاهدنا هجمة لمالك معاذ وهجمة لبودي، هنا الرأسية في المرمى، جول. شوف الكرة الملعوبة في الجهة اليمنى من أعلى نقطة، يذهب السهم وينطلق السهم، يضعها براسه في شباك ياندري بيتوي ليعطي المقدمة ويعطي الأفضلية للمنتخب السعودي. حلوة يا ياسر، حلوة يا ياسر. ثاني أهداف ياسر القحطاني في بطولة كأس آسيا. لكن شوف كرة أحمد البحري، وشوف رأسية ياسر. هذه الضربة الركنية الملعوبة من القحطاني عبد الرحمن إلى تاليا، ويلعب بهذه الثقة. المنتخب الأندونيسي منتخب كبير. هنا ياسر القحطاني تستمر وستستمر، وهذا اللاعب يشاهد فريقه تحت الضغط، وهو اللي كان معاذ ممكن يلعبها لياسر. مولتو خطير. السعودية صافرة وخطأ، ثم مجهود كبير لياسر القحطاني. هنا ياسر يتقدم، ياسر القحطاني، ولكن تدخل. لمن ستقول هناك التنين ينتظرنا، او النمر الايراني يستنانا، وايضا ثالث المؤهلين الفريق السعودي. جول مش ممكن. 1-0 على اندونيسيا في الوقت القاتل. قوة شخصية، خبرة مجموعة، ثنائية للتأكيد، ما قيل وما يقال. في 30 مارس عام 70 في مملكة البحرين، وانتهت بيضاء 0-0. بينما القحطاني في لمسة يلعب الكرة، الفنان السعودي بالريشة البرازيلية، ينطلق الهجوم مرة ثانية للكاسر وفاول. خطأ لياسر القحطاني في التوب 2 او في المركز الثاني. ينطلق ياسر القحطاني، يلعب الكاسر، ينطلق ياسر، يلعب القحطاني. كرة من بوزيشن للبطولة، ولكن الفرق موجودة ورائعة جدا، مش ممكن. عن طريق مالك، هي مباراة البطولة اليوم، ياسر ينطلق، مالك يصلحها، مالك يلعبها، والثاني للسقوط. تمشي الكرة لعبدو عطيف للمنتخب الأخضر باللون الأبيض اليوم. ينطلق ياسر القحطاني، عبد الله المرزوقي تمشي لياسر، والمرتدة السعودية تبحث عن كونتر اتاك، قتل المباراة. هذه كرة الثالث، ممكن 3-2 ياسر، استفادة أكبر للكرة السعودية. جيل جديد، انتصار عريض، وهدف رابع أكيد. أخضر وتألق، أوعد جماهيره بالنصر ووصل للمكسب 3-0 لحد اللحظة. بينما أكبر انتصار ترى ما قدم ال 100%، هذا كله يمكن 60% من مستواه. هذا عبد الرحمن، كرة عرضية، خطرة أمام المرمى، جول! الله! جاكم الإعصار، وخر عن طريقه الأخضر، والسعودي اليوم ما حد يعيقه. يا سلام يا سلام، برافو يا شباب. منتخب المملكة العربية السعودية بدت من القحطاني وانتهت عند القحطاني. والله أكبر يا القحاطين هم اللي سجلوها. بدأ ما شاهد أي هجمة سعودية من فترة، توني أتكلم. يلا ياسر منك يا ياسر، تضيع من غيرك مقبولة، لكن
لكن منك لا 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 يا ياسر، بجوار القائم فرصة هدف محقق للمنتخب السعودي. لا كرة لياسر، بيسيطر عليها ياسر، يلا ياسر، كرة في مكان سليم، يلا يا مالك، مالك خطأ، حكم مرض بيمشيها، تيسير في مكان سليم، الثاني ان شاء الله، الثاني يلا يا مالك بيلعبها شالها. هذه المباراة اللي تقام في جاكرتا، الثاني ان شاء الله للمنتخب السعودي ياتي قبل نهاية شوط المباراة الاول. يا سلام يا سلام يا سلام يا الكسندر اجيرنخ. بدأ شوط المباراة الثاني وتسديدة ضعيفة تصل. ياسر خطأ حق البطاقة الصفراء، ومع ذلك حكم المباراة لم يشير على المنتخب السعودي. مالك المهارة في الدوري الكازاخستاني، ياسر القحطاني سيطر عليها، خطأ لمصلحته، شايف يهدي من تماس تلعب كامل، يلا ياسر وين هذه يا ياسر؟ أخشى على المنتخب السعودي حقيقة إهدار مثل هذه الكرات والفرص السهلة. المنتخب السعودي الموسى حلوة في مكان سليم، خالد يا سلام يا سلام يا سلام، الله أنا لا يخضر السعودي، أخيرا ريحونا، أخيرا فرحونا، يا سلام يا سلام يا سلام، برافو 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 المنتخب السعودي، وبإذن الله إلى الدور نصف النهائي. فوق هام السحب مكانك، فوق هام السحب مكانك. في الكرات العرضية والسيطرة اليابانية المنتخب السعودي يتراجع، حتى أن ياسر القحطاني الآن هو من يبعد هذه الكرة. وال4-1 دور ربع النهائي بركلات الترجيح أبعد أستراليا، وهنا كرة سعودية والكرة عربيين خليجيين. المنتخب القطري والمنتخب الإماراتي ودعا هذه البطولة. كرات مطلوب جدا، هنا الكرة مقطوعة، هنا التمريرة، هنا الدوران، تسديدة، الله تصطدم في نكازاوا وتبعد إلى خارج الملعب كضربة ركنية أولى للمنتخب السعودي في شوط الوضع. شوف الدور نصف النهائي، عبد الرحمن بيلعب لك كرة عرضية عالية راسية، ياسر، الله فرحة سعودية عربية، شايف الكرة بتتهيأ، شوف المتابعة، اللاعب اللي ما يرحم، اللاعب الذي لا يتردد ولا يتوقف، هداف بطولة كاس آسيا الهكر السعودي الآن. الآن طويله إلى الأمام، الكرة بتستمر، ياسر القحطاني مرتدة، يلا يا ياسر، يلا يا ياسر، ينطلق ياسر، بيعدي ياسر في مرة نشوفه مع ياسر، الكرة بتصل إلى ياسر القحطاني، يحاول فيها العودة والهروب والبحث عن مساحة لمالك، يحاول فيها مالك. تكتمل اللحظة المنتظرة، النهائي الحلم، الله يا ياسر، عدي يا ياسر، اتفنن يا ياسر، اتدلع، يطلع، والهدف الرابع متى يطلع، واليابان إن شاء الله تطلع، وياسر يلعب وجه. النهائي يتحدث العربية، هنا كرة تسديدة، ولكن الكرة إلى لعب أسامة هوساوي، هي تركيبة الدفاع للمدرب أنجوس، ورا من ياسر في خطأ وفي فاول. 30 زمن المباراة للشطر الأول، ما زال الأخضر يبحث عن عنوان، وما زال الأبيض يحرص على نغمة، لأنه ولا منحة ومكافأة تجازي الوطن وتجازي الفرحة للملايين، وياسر للفوز سيفتح مجال الاحتراف. ما فيش كلام، الكرة السعودية حققت عديد الإنجازات وكتبت عديد المنجزات، ولكن لتمتاز وتنافس عالميا لابد من فتح أبواب الاحتراف. يلعب ممتازة خطيرة من ياسر، ينطلق ياسر، جميلة ياسر، التوزيعة من الكاسر على القائم الثاني كانت بعيد على مالك.